هلو، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اولا كده انا مش عايزاكم تتخضوا من منظر المطبخ واحنا بننضفه مع بعض. النهارده عاوزه احكي لكم مشكله بنت معانا هنا على القناه. في واحده من البنات بعتت لي رساله من كام يوم. بصراحه انا ما قدرتش اعديها كده من غير ما اشاركها معاكم. يمكن لانها لمستني جدا وحسيت انها مشكله ممكن تحصل لاي واحده فينا. البنت بتحكي انها اتجوزت من حوالي سنه وبدأت حياة جديدة، وانتقلت على شقة جديدة في منطقة مختلفة عن اللي اتربت فيها. كانت فرحانة إنها تبدأ حياة جديدة وسط ناس جديدة. كانت بتقولي إنها كانت متحمسة قوي قوي في الأول، وعايزة تعمل كل حاجة صح من البداية، تسيب انطباع حلو، تبقى محبوبة في المكان اللي هي فيه. ومن أول أسبوع جارتها اللي في الدور اللي فوقيها كانت أول واحدة ترحب بيها. جابت لها كيكة وقالت لها: احنا هنا عيلة واحدة، لو احتجتي اي حاجة انا فوقك على طول. الكلمة دي ساعتها فرحتها جدا، وحست ان ربنا عوضها بجارة طيبة بدل الوحدة اللي هي كانت حاساها في الاول. ومن هنا بقى بدأت العلاقة بينهم. البنت كانت بتعتبرها زي اختها الكبيرة بالظبط. كانت بتدخل عندها ويقعدوا يتكلموا بالساعات، تحكي لها عن جوزها، عن الشغل، عن اهلها اللي هي ساكنة بعيدة عنهم. ومع الوقت حست إنها أخيرا لقت أخت كانت مفتقداها، خصوصا إنها كانت بعيدة عن أهلها ومش لاقية حد قريب منها. المهم إن كل يوم العلاقة دي كانت بتقوى أكتر، يجوا يعملوا وصفات سوا أو يبدلوا الأكل مع بعض، يسهروا مع بعض لآخر الليل. البنت هنا كانت بدأت تحس إن الدنيا ابتدت تستقر معاها، وإنها خلاص مش لوحدها. بس زي ما بيقولوا، مش كل اللي يضحكلك يبقى نيته صافية. بعد كام شهر بدأت تحس إن في حاجة غلط. كلامها بيتقال في أماكن هي ما دخلتهاش، تفاصيل بيتها بقت على كل لسان، ناس هي ما تعرفهمش. واحدة من الجارات قالت لها كده في مرة وهي راحة تشتري حاجات: خدي بالك يا حبيبتي، مش كل الناس حواليكي بيحبوكي زي ما انتي فاكرة. ابتسمت وقالت في نفسها: أكيد في سوء تفاهم، أكيد هي قصدها حد تاني. بدأت تلاحظ نظرات غريبة من كل الناس اللي حواليها، وكلام كده في النص بيتقال. وفي يوم حصلت خناقة بسيطة بينها وبين جوزها، العادي يعني، حاجة عادية بتحصل في أي بيت. وبعدها اتصالحوا. لكن بعد يومين جوزها رجع البيت متضايق جدا، وقال لها: هو انت حكيتي لجارتك اللي فوقيكي إننا اتخانقنا؟ ساعتها البنت اتخضت وقالت له: أبدا، لا، أنا ما حكيتش أي حاجة لأي حد. رد وقال لها: طيب ازاي جيراننا اللي تحتينا كلهم عارفين الكلام ده؟ اللحظة دي بقى كانت بالنسبة لها زي لخبطة في دماغها. كل حاجة بدأت تركب على بعضها وتبان. المرات اللي كانت الجارة تسألها فيها عن تفاصيل ملهاش لازمة، والكلام اللي يتكرر بعدين على لسان ناس تانية، الابتسامة اللي كانت دايما على وشها، بس ساعات تحس إنها وراها فضول كده مش طبيعي. من اليوم ده وهي فاقت وقررت تبعد، مش بعصبية، لأ، بانسحاب تدريجي. بطلت تحكي، بطلت ترد بنفس الحماس، وبقت العلاقة شكلها طبيعي جدا من بره، بس خلاص هي انتهت من جوه. هي كتبت لي وبتقول: أنا ما زعلتش منها على قد ما زعلت من نفسي. أنا إزاي اديت الأمان بسرعة كده؟ إزاي فتحت بيتي وحياتي وحدودي لحد أنا مش عارفة قلبه عامل إزاي؟ وقالت لي إنها كانت بتفتكر كل يوم وهي بتقف في المطبخ وتسمع صوتها، كانت بتفتكر كل الكلام اللي قالته، كل التفاصيل اللي خرجت منها من غير وعي. كانت بتحس بوجع، مش وجع خيانة لأ، بس وجع غلطة ساذجة منها. إني حكيت أكتر من اللازم، وثقت بسرعة، ونسيت إن مش كل الناس قلبها نضيف زي ما أنا بتخيل. وقعدت تقولي إنها اتعلمت دروس كتير قوي من التجربة دي. أولها
إن الطيبة لو من غير حدود بتتعب، وإن مفيش مانع إننا نحب الناس بس لازم نحافظ على خصوصياتنا. من يومها وهي اتغيرت، اتعلمت تعمل حدود عشان تحمي نفسها وبيتها، بقت تسلم وتسأل، بس خلاص محدش يعرف تفاصيلها وتفاصيل بيتها. ولما اتسألت عنها في مرة إنها اتغيرت، ردت عليها وقالت: أنا ما اتغيرتش، أنا بطلت بس أذي نفسي بالثقة الغلط. انتوا عارفين بقى، أنا لما قريت الرسالة دي حسيت إنها مش مجرد حكاية جارة، لأ، دي حكاية عن الثقة، عن الحدود، عن إننا ساعات بنغلط لما نفترض إن كل الناس زينا وإن نواياهم وتربيتهم زينا. بس للأسف مش كل الناس زينا، مش الكل طيب ومش الكل أمين. في ناس بتقرب مش بدافع حب، لكن بدافع فضول أو مقارنة أو حتى حقد مستخبي. لازم نكون أذكى. إحنا مش مطالبين نرضي الكل ولا نكون محبوبين من كل الناس. اللي بيحبك بجد مش هيحتاج يعرف كل تفاصيلك عشان يطمنلك، واللي نيته مش حلوة هيبان عليه من غير ما تتكلمي. ولما حد يوجعك أو يكسفك قدام نفسه ما تزعليش، خديها علامة إن ربنا كشفلك الشخص ده وبيحميكي قبل ما تتأذي أكتر. وبالرغم من وجع التجارب، بس بتكون ستر كبير قوي من ربنا. ومن ساعتها بقى وهي كل لما تدخل المطبخ وتسمع صوت جيرانها فوق تفتكر الدرس اللي علمهولها الزمن. وخلي بالكو إن في مساحة صغيرة جدا 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 ما بين الطيبة والسذاجة، ولو عرفنا نحافظ على المسافة دي هنعيش بسلام أكتر. انتوا بقى قولولي في الكومنتات رأيكم، اللي هي عملته ده كان صح ولا المفروض كانت تتصرف ازاي؟ وهي هتشوف كل الكومنتات وهتستفيد من كلامكم. ولو في أي مشكلة حصلت لكم قبل كده وعايزين البنات يتعلموا منها، ابعتوها لي على الرقم اللي في البايو وانا هقراها في الفيديوهات الجاية ونحاول نحلها سوا ونطلع منها بدروس تفيدنا اكتر.